ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن أفضل 10 مسلسلات في سنة 2023. والقائمة اللي موجودة معانا النهاردة هي قائمة مختارة على حسب تفضيلاتي الشخصية أنا بس، غير متأثرة تماما بأي ريفيوهات في أي حتة تانية، ولا بأي تقييمات من مواقع، ولا بأي حاجة تانية، ولا حتى بأي قوائم موجودة على السوشيال ميديا. والاختيارات اللي معانا في الحلقة بتاعت النهاردة تم اختيارها وترتيبها بناء على عاملين مش أكتر. العامل الأول وهو عامل المتعة، والعامل التاني وهو عامل الجوانب الفنية ومدى جودتها في كل عمل. هتحسوني كده أحيانا كنت بنتصر للتجربة الممتعة أكتر، وأحيانا هتلاقوني كنت بميل للجوانب الفنية أكتر. هي ملهاش ميزان قوي بصراحة، ولكن هم دول العاملين اللي كنت معتمد عليهم في اختيار وترتيب المسلسلات اللي معانا النهاردة. وطبعا حابب أضيف حاجة أخيرة قبل ما نبتدي في الحلقة بتاعتنا، وهي إن الحلقة دي زي ما قلنا في الأول مبنية على اختياراتي، وبالتالي من المنطقي جدا إن أنت قائمتك تبقى مختلفة عن القائمة بتاعتي. لا أنت قائمتك غلط ولا أنا قائمتي غلط، لأن كل واحد فينا اختار بناء على الحاجات اللي عجبته أكتر. وعشان كده أنا مهتم جدا إن أنا أشوف قوائمكم عن أفضل 10 مسلسلات في سنة 2023، فيا ريت تعملوا القوائم بتاعتكم وتكتبوها لي تحت في الكومنتات. على فكرة إحنا القائمة بتاعتنا مش هتبقى متضمنة المسلسلات العائدة بمواسم جديدة زي لوكي وانفينسيبل والحاجات دي كلها، لأن الحلقة دي هتكون بتركز على المسلسلات اللي نزلت في عام 2023. وكالمعتاد علشان ما أطولش عليكم، يلا بينا نبتدي في الحلقة. بس كالمعتاد قبل ما نبتدي في الحلقة ما تنساش تبقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو عجبتك، وما تنساش برضو ان انت تفعل زرار الجرس علشان يجيلك كل جديد. وابقى عدي برضو على لينك تويتر وتيك توك اللي موجود تحت، علشان احيانا يعني بنعمل تغطية لحاجات هناك، حاجات ما بتبقاش مستاهلة فيديوهات كبيرة. وبس كده، يلا بينا نبتدي في الحلقة. وهنبتدي القائمة بتاعتنا النهاردة بالمسلسل رقم 10، وهو مسلسل لاف اند ديث. أحداث المسلسل بتاعنا مبنية على قصة حقيقية، والمسلسل ذات نفسه هو مسلسل مكون من 7 حلقات فقط. من أكتر الحاجات اللي كانت عجباني في المسلسل بتاع النهاردة وهي إن الكاست بتاع المسلسل دون هو كاست قوي جدا. كمثال يعني عندك دور البطولة بينقسم ما بين إليزابيث أولسون وجيسي بليمنز، بالإضافة لأن أنت عندك ممثل كويس جدا برضو هنا وموجود في دور مهم جدا برضو، وهو توم بيلفري. التلاتة دول عملوا شوية أداءات رائعة. بالنسبة لتوم بيلفري وجيسي بليمنز فأنا كنت متوقع منهم إن هم يقدموا أداءات رائعة، لأني شفتهم في حاجات تانية كتير قبل كده وكنت متوقع منهم ده. أما إليزابيث أولسون فتعتبر مفاجأة شوية بالنسبة لي، لأن هي قبل كده قدمت أداءات حلوة جدا، ولكن اللي بيفاجئني إنها كل مرة بتعرف تختار دور كويس وبتعرف تقدم فيه أداء محترم جدا، وكل ما مدى عمالة تثبت إنها ممثلة كويسة جدا جدا جدا. كمان إحنا إيقاع المسلسل بتاعنا إيقاع كويس جدا، مش هيحسسك إنه ماشي ببطء. بشكل عام المسلسل مسلي جدا وانا استمتعت بيه جدا، وحتى في فصل للمحاكمات وكان مسلي جدا برضه، واحيانا كده بيبقى فيه اجواء مليانه بالتوتر وبرضه كانوا عاملينها بشكل كويس جدا. ننتقل للمسلسل رقم 9، وهو مسلسل ذا نايت ايجنت. المسلسل بتاعنا هو مسلسل بينتمي لنوعيه الاكشن والاثاره، مسلسل مكون من 10 حلقات فقط. المسلسل فيه شويه اكشن متميزين جدا ومتنوعين جدا. كمان عندك مطاردات بالسيارات، عندك اشتباكات بالايدي واشتباكات بالاسلحه، في تركيز محترم جدا على ماضي الشخصيات بتاعتنا، وفي تركيز محترم برضو على تأثير ماضي كل شخصية على الشخصية نفسها في التوقيت الحالي. المسلسل بتاعنا مش مثالي بصراحة، في بعض مشاكل كده في منطق بعض التصرفات اللي كانت بتحصل أو منطق بعض الأحداث كمان أحيانا، ولكن بشكل عام تجربة محترمة جدا ومسلية جدا، وأكاد أجزم إن ده أفضل مسلسل أكشن شفته من فترة طويلة، وبالتأكيد أفضل مسلسل أكشن نزل السنة دي. رقم 8 معانا هو حاجة أنتم مش هتتوقعوا إنها تكون معانا في القائمة قوي، وعشان كده عايزكم تخمنوها تحت في الكومنتات. هديكوا ثواني كده تبقوا تكتبوا فيها رقم 8 في الكومنتات. ورقم 8 معانا هو مسلسل بالطو. مسلسل بالطو هو مسلسل اتعرض على منصة واتشت تقريبا في بداية السنة، مش في بدايتها بالظبط يعني، بس تقريبا كان في النص الأول من السنة، وهو مسلسل كوميدي. المسلسل بيمتاز بأنه في قدر مش قليل خالص من المواهب الشابة اللي تم تقديمها، واللي غالبيتها من وجهة نظري كان موفق. ولكن الاختيار اللي كان مفاجئ لبطولة المسلسل واللي عجبني جدا بعد كده وهو بطل المسلسل نفسه، لأن عصام عمر بعد كده شفته في كذا حاجة تانية واكتشفت إن هو ممثل كويس جدا، وحتى في المسلسل بتاعنا هنا كان عامل شغل عالي بصراحة، إن كان في الجانب الكوميدي أو الجانب الدرامي فهو كان عامل اللي عليه والزيادة. بشكل عام بقى الكوميديا بتاعت المسلسل نفسها كانت فعالة جدا، ما كانتش زيادة عن اللزوم ومحشورة في كل كلمة وكل حركة وكل موقف بيحصل. مش من نوع الكوميديا اللي فيه حزق رخم ده، بالعكس كوميديا حلوة جدا وفعالة جدا، في تركيز محترم جدا على تفاصيل الشخصيات بتاعتنا. ده حتى في بعض الأوقات المسلسل كان بيخرج من الأجواء الكوميدية بتاعته وبيحاول يقدم لك بعض الأجواء الجادة، واللي بصراحة
بصراحة نجح في تقديمها جدا، بل ان المفاجئ بالنسبة لي كمان ان المسلسل كان ناجح جدا في ان هو يعرف يعمل التحول ما بين المودين، المود الكوميدي اللي احنا قاعدين فيه غالبية الوقت والمود الدرامي اللي كان بيدخله علينا في اوقات معينة. التحول ما بين ده وما بين ده كان بيحصل بشكل سلس جدا. وعشان ما اطولش عليكم خلونا ننتقل لرقم 7. ورقم 7 في القائمة بتاعتنا النهاردة هو مسلسل شرينكينج. المسلسل ده بصراحة اجواءه خفيفة جدا، الكوميديا اللي فيه لذيذة وخفيفة وبسيطة، برضه في اجواء هارت وورمنج حلوة قوي. كان ناجح جدا في ان هو يقربنا من كل الشخصيات المهمة اللي بتشارك في الاحداث بتاعتنا، حتى بعض الشخصيات الجانبية ولكن اللي كان ليهم اهمية في الاحداث بتاعتنا. المسلسل برضه كان بيركز على الماضي بتاعهم وكان بيركز على تفاصيل شخصياتهم، وكان فيه اهتمام اصلا بصراحة بكل الشخصيات بشكل محترم جدا هنا في المسلسل. واحسن حاجة ان المسلسل عرف يعمل توازن ما بين الموضوع ده وما بين الاجواء الكوميدية الهارت وورمنج بتاعته، ما بين الاجواء الدرامية وكل تفاصيل الشخصيات اللي عندنا اللي مش دايما بتكون كلها تفاصيل سعيدة، وما بين الاجواء الكوميدية الهارت وورمنج اللذيذة اللي كان بيقدمها. وتقريبا برضو لو انا فاكر صح فالمسلسل دون كان عارف يقفل غالبية اركات الشخصيات اللي فتحها في الموسم الاول، ودي بصراحة حاجة تحترم جدا. وكالمعتاد برضو علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده خلونا ننتقل لرقم 6 في القائمة بتاعتنا وهو مسلسل ذا كراودد روم. المسلسل بتاعنا برضو هو مسلسل مكون من 10 حلقات، وقصة المسلسل مقتبسة من رواية معروفة باسم ذا مايندز اوف بيلي ميليجان. المسلسل ده فيه اداء رائع من توم هولاند واداء كويس جدا من اماندا سيفريد. مستوى الاداءات بشكل عام في المسلسل ده كله على بعضه حتى من اي حد غير الاتنين دول كان رائع. في شغل محترم جدا هنا في المكياج، القصة نفسها كانت مثيرة للاهتمام جدا وطريقة عرضها كمان كانت ممتعة. كمان المسلسل كان عنده بعض الافكار لعرض بعض الحاجات بصريا واللي كانت حلوة جدا. مشكلتي الكبرى مع المسلسل وهي انه بيكون بادئ بداية بطيئة نوعا ما، بالذات في اول 3 حلقات من المسلسل. بعد كده الاحداث بتبتدي تسخن والموضوع بيبقى مثير للاهتمام اكتر واكتر وصولا للنهاية اللي بتخلينا مع مسلسل رائع. قبل ما نكمل وقبل ما ندخل على رقم 5 فإحنا عندنا هنا شوية من الظهورات الشرفية واللي ما كانش ليها الحظ في إنها تدخل في القائمة بتاعتنا. أول مسلسل منهم وهو مسلسل سايلو، مسلسل غموض وإثارة وأجواءه بوست أبوكاليبتيك جدا، مسلسل مسلي بصراحة. المسلسل اللي بعده وهو مسلسل تويستد ميتال واللي مبني على فيديو جيم بنفس الاسم، مسلسل مسلي برضو إلى حد ما وليه ريفيو عندنا هنا على القناة بتاعتنا. مسلسل بوكر فيس برضو موجود معانا هنا. المسلسل بينتمي لنوعية الجريمة والغموض والتحقيقات والحاجات دي كلها. المسلسل هو مسلسل ممتع بصراحة. الفكرة بتاعت المسلسل كانت حلوة جدا وبتسمح بتقديم العديد من الأفكار المتنوعة والمختلفة، ولكن مشكلتي الكبرى معاها كانت التنفيذ واختيار استبعاد حاجات معينة من خط القصة الرئيسي اللي احنا ماشيين فيه. ولكن ده ما يمنعش ان في بعض الحلقات المسلسل كان بيبقى متميز بصريا بطريقة مش طبيعية، زي مثلا الحلقة التاسعة وهي الحلقة الأفضل في المسلسل كله من وجهة نظري. المسلسل بصراحة مسلي ولكن ما تحطش عليه آمال كبيرة قوي. برضو عندنا ان الظهورات الشرفية مسلسل ذا كونتيننتال وهو مسلسل بريكوال أحداثه بتدور داخل عالم جون ويك. مسلسل كويس، الأكشن فيه كويس بس حسيته مسلسل تقليدي وأكيد مش خالي من المشاكل طبعا. وآخر حاجة معانا في القائمة الشرفية وهو مسلسل ذا لاست اوف اس وهو برضو مبني على لعبة الفيديو جيم الشهيرة بنفس الاسم. المسلسل كان كويس جدا ومتميز جدا بصريا وفيه أداء كويس جدا من بيدرو باسكال، ولكن للأسف المسلسل ما كانش بالتوقعات اللي كنت حاططها ليه. كنت متوقع حاجة أعظم حبتين من اللي احنا شفناه. هل اللي احنا شفناه وحش؟ لا، من وجهة نظر أنا لا، ولكن كان ممكن يبقى أحسن من كده بكتير. ودلوقتي بعد ما خلصنا القائمة الشرفية خلونا ندخل على رقم 5 في القائمة الرئيسية بتاعتنا. ورقم 5 عندنا هو مسلسل جين في. مسلسل جين في هو مسلسل مشتق من عالم ذا بويز وأحداثه بتدور ما بين الموسم الثالث من مسلسل ذا بويز والموسم الرابع. المسلسل ده بصراحة فاجئني جدا، أولا لأني ما كنتش متوقع منه أي حاجة كويسة. كنت متوقع كالمعتاد محاولة لحلب العالم ولتطويله عمال على بطال من غير أي هدف، ولكن اللي حصل بصراحة فاجئني لأن المسلسل قصصيا كان كويس جدا وما يقلش في مستوى الجنون بأي شكل من الأشكال عن مسلسل ذا بويز، ولا يقل في الدموية برضو. وكمان الأداءات اللي أنا ما كنتش متوقع أن يطلع منها أي حاجة كويسة طلع منها حاجة كويسة فعلا، بل إن كمان كان في كيمياء لطيفة جدا ما بين الكاست بتاعنا كله. فبشكل عام المسلسل ده كان مسلسل مفاجئ جدا بالنسبة لي وكان مسلسل ممتع جدا. ندخل على رقم 4 في القائمة بتاعتنا وهو مسلسل وان بيس. وأكيد طبعا أنتوا عارفين إن ده المسلسل المقتبس
مقتبس من الانمي الشهير الطويل جدا وان بيس. برضو طبعا كلنا عارفين ان المسلسلات اللي بتبقى مقتبسة من افلام او مسلسلات انمي بيطلع دايما فيها مشكلة، مش بيطلع فيها مشكلة، هي بتطلع كارثية بصراحة. المسلسل ده بقى جه على عكس كل الكلام ده. المسلسل طلع حلو جدا، ممتع جدا ومسلي جدا. المغامرة اللي فيه وفصولها كلها كانت ممتعة لأقصى درجة، وهي مغامرة على سكيل عملاق من الإنتاج. بناء العالم هنا كان رائع، المؤثرات البصرية كانت خرافية، والموسيقى كانت ملحمية ورائعة، وكمان اختيارات الممثلين كان حلو جدا، كلهم ظراف جدا وليهم كيمياء رائعة مع بعض، وفيه اهتمام محترم جدا بعلاقاتهم ببعض كمان. وأصلا الاهتمام بعلاقاتهم ببعض دي كان من أحلى الحاجات اللي كانت موجودة في المسلسل وأكثرهم متعة. المسلسل رقم 4 معانا في القائمة، وهو مسلسل صغير قوي مكون من 4 حلقات، وجاي من إخراج المخرج شون ليفي، وهو مسلسل All the Light We Cannot See. المسلسل ده بيتميز بوجود كاست ضخم جدا وعملاق جدا. عندك بطل مسلسل دارك موجود هنا، عندك هيو لاوري موجود هنا في المسلسل، عندك مارك رافالو موجود هنا في المسلسل، والبنت دي برضو كانت مقدمة أداء رائع هنا في المسلسل. كلهم كانوا كويسين جدا، وكلهم كانوا مقدمين أداءات رائعة، ولكن أدائي المفضل لأي حد فيهم كان لهيو لاوري بصراحة. راجل كاريزما وكان عامل شغل خرافي هنا في المسلسل، بالرغم ان وقته على الشاشة مش اكتر واحد بين الاربعة اللي انا اتكلمت عنهم. غير كده المسلسل بيقدم تجربة بصرية رائعة، من حيث الالوان، من حيث اختيار الكادرات، من حيث المؤثرات البصرية، كل حاجة فيه كانت خرافية. الايقاع بتاع المسلسل كان رائع، مستحيل تحس ولو في لحظة ان المسلسل بيحاول يمط. كمان في تركيز محترم جدا على ماضي الشخصيات بتاعتنا، ومش الشخصيات الرئيسية بس، كمان الموسيقى كانت متميزة جدا، واجواء المسلسل هي اجواء هارت وورمنج جدا، بالرغم من ان المسلسل احداثه بتدور في فترة حرب. وكل الحاجات اللي انا قلتها دي كانت معمولة بشكل اكتر من رائع بشكل عام. ندخل على رقم 2 في القائمة بتاعتنا، وهو مسلسل Lessons in Chemistry. المسلسل ده انا بصراحة كنت فاكس له، يعني شفته قدامي وشفت على البوستر بري لارسون، وما كنتش مهتم ان انا ادخل اتفرج عليه اساسا، لغاية لما وانا بقلب في تويتر لقيت ناس كتير بتشكر في المسلسل، فقلت اما ادخل اتفرج عليه يعني هخسر ايه. ويا جماعة طلع واحد من احسن المسلسلات اللي شفتها السنة دي، بداية ببري لارسون اللي انا لسه جايب سيرتها من شويه دي، فهي عامله اداء رائع، يمكن بسبب اختيار بري لارسون لافلام متوسطه جدا في عالم مارفل السينمائي، وهي افلام كابتن مارفل. يمكن بسبب الموضوع ده بري لارسون حصلت على قدر كبير جدا من الكره. ولكن المسلسل ده جاي دلوقتي علشان يفكر اي حد ما كانش بيحبها بسبب الافلام دي انها ممثله كويسه جدا. بعيدا عن بري لارسون بقى، المسلسل ذات نفسه فيه موسيقى محترمة جدا، موسيقى رائعة، أجواء المسلسل هارت وورمنج جدا وحلوة قوي، في تركيز محترم جدا على تفاصيل الشخصيات بتاعتنا، وكمان في تركيز محترم جدا على علاقات الشخصيات بتاعتنا ببعض. غير كده المسلسل قدم علاقات صداقة جميلة جدا، وقدم علاقات رومانسية جميلة جدا ومتميزة جدا من وجهة نظري، ما فيهاش التلزيق اللي بقينا نشوفه في غالبية الأعمال الرومانسية مؤخرا. ده غير إنها ما بتقلبش معاك كرنج، وكمان مش تقليدية قوي. طبعا الملابس كمان كان شكلها رائع، وده طبعا بسبب الحقبة اللي بتدور فيها الأحداث، وهي حقبة الخمسينات، وده اللي أثر برضو على شكل الست ديزاينز بشكل عام، وبالتأكيد أثر عليهم بشكل إيجابي، لأن غير الملابس كمان العربيات وأشكال البيوت كان شكلها رائع، شكل فخم كده وراقي وشكله حلو قوي. وننتقل لآخر حاجة في القائمة بتاعتنا، وهو رقم 1 والحائز على لقب أفضل مسلسل بالنسبة لي السنة دي، وهو مسلسل The Fall of the House of Usher. اسمع بقى وعد معايا كده علشان كل حاجة هقولها دلوقتي تعتبر ميزة. مسلسل جاي من كرييتور اسمه مايك فلاناجان، اللي هو مخرج اعمال رعب رائعه، وهو مخرج الرعب المفضل بالنسبه لي. هو كرييتور المسلسل هنا ومشارك في اخراج 4 حلقات. المسلسل مقتبس من قصه قصيره من قصص ادجار ألان بو، وهي قصه بنفس الاسم. والطاقم التمثيلي هنا في المسلسل هو الطاقم المعتاد اللي بيشتغل مع مايك فلاناجان في غالبيه اعماله. المسلسل ده بقى بصراحه هو اكتر مسلسل انا كنت مستنيه السنه دي، وطبعا واضح من المركز اللي انا حاطه فيه ان هو جه على قد توقعاتي بالظبط. بصراحه المسلسل أبهرني. بصريا المسلسل مبهر جدا زي غالبية أعمال مايك فلاناجان. سمعيا الموسيقى رائعة برضه زي غالبية أعمال مايك فلاناجان. الأداءات كويسة ولكن مش أكتر حاجة متميزة، باستثناء أداء البطل الرئيسي. القصة نفسها رائعة، بتتحكي بطريقة مثيرة للاهتمام جدا. تجربة الرعب نفسها كانت متميزة جدا، وأحيانا كمان بتكون صادمة زي برضه اللي احنا متعودين عليه في غالبية أعمال مايك فلاناجان. وبس كده، دي كانت كل حاجة عندي عن قائمة أفضل 10 مسلسلات بالنسبة لي في 2023. طبعا أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وطبعا مستني رأيكم تحت في الكومنتات. والاهم من ده كله اني مستني القوائم بتاعتكم انتم تحت هنا في الكومنتات. يا ريت كده كل واحد يقعد ويمخمخ مع نفسه ويكتب لي التوب 10 بتوعه. وبس كده.
كالمعتاد ما تنساش لو الحلقة عجبتك تبقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس، وتعدي برضو على لينك تويتر وتيك توك وفيسبوك اللي موجودين تحت في الديسكريبشن. وكالمعتاد كان معكم مرة من مرة ريفيوز من أول فيديوهات السنة الجديدة، وكالمعتاد سلام.